كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد الصاد سميتو ستارلي واللي كان راجع من المدرسه، وهو غادي في الطريق غادي طيح عليه واحد السبرديله باقا كتغوت. خونا غير شافها غادي يهزها وتم غادي عافط، وهو غادي للدار غادي يوقفوا عليه البوليس. تما غيقولوا ليه علاش هرب ديك السبرديله وباللي واش عارف ديال من. خونا تصدم. تما غيطلبوا منه يوريهم فين كاينه دارهم. بالفعل غادي يوريهم الدار ديالهم. البوليس غادي يقولوا لوالديه باللي ولدكم سرق واحد السبرديله ديال واحد اللعاب مشهور. والديه غيتصدموا. البوليس ملي يبداو كيفتشوا في الدار غيلقاوها عامره بالسبرديلات وكل سبرديله معلقه في جيه. تما با غيقول لهم باللي الخدمه ديالو حيد الريحه اللي كتكون في السبرديلات. البوليس غير دخلوا لبيتو غيلقاو معلق تصاور ديال داك اللعاب اللي ديالو السبرديله، وهنا غادي يتاكدوا منه باللي هو اللي سرقها، وغادي يديوه يضرب العدس واللوبيا في واحد السجن. كان علاش كان مخيم سميتو مخيم البحيره الخضراء، ولا غيكون غير في الصحراء يا وليدي. وهما غادي يبانوا ليه مجموعه من الدراري الصغار كيحفروا في واحد الحفاري صغار. هو ما فهم والو. منين وصل غادي يلقى في هذا المخيم غير الشباب والدراري الصغار قدو، وما كان لا سياج لا ابراج ديال المراقبه، اما كان غير الحراره والخلا والقفار. وإلا نويتي تهرب غادي تعقدهم قبل ما تنوي تهرب. تما المدير ديال هذا المخيم غيعطيه واحد جوج لبسات، وحده التماره وحده النعاس، وعطاه واحد الصباط وقال لي باللي الخدمه اللي عندك هي تحفر كل نهار حفره بعمق متر ونص على متر ونص، وهذا الشيء خاصك ديرو في مده قصيره حيت الا طولتي غادي تحرقك الشمس، وكلما سرعتي الخدمه كلما غادي ترتاح. من بعد غيجي المشرف وغيديه يدوروا في المخيم، وهما غاديين غيتلاقاو مع واحد المجموعه كاع مرمدين تراب. هاد اللوينين سميتو ريكس وهاد المضبط سميتو تيد. هما غيقولوا للمشرف شكون هاد خونا. هو غيقول لهم باللي هذا ملتحق جديد للمخيم، وطلب منهم يديوه يوريوه البلاصه ديالو. منين داو غيلقاو تما واحد خونا اخر سميتو ماكس. في الوقيته ديال الغدا وستارلي كياكل ومجمع مع ريكس والمجموعه ديالو، واللي غيكونوا كياكلوا غير اللوبيا يا وليدي. ريكس غيسول ستارلي اشنا هي التهمه اللي جابوك عليها هنايا. هو غيقول لي باللي اتهموني سرقت السبرديله ديال لاعب البيسبول كلايد. ماكس غيقول لي واش فيها واحد النجمه بالحمر. هو غيقول لي وعلاش. ماكس ما غاديش يجاوبو. في الليل وهما ناعسين غيكون ستارلي ما جاش النعاس حيت المبطبط غيكون ضرب اللوبيا وطلق عليهم الغازات السامه. النهار الاخر غيفيقوا مع النبوري باش يبداو الخدمه. غيهزوا البلاط وهزوا الفطور ديالهم باش يقصيوه. غيبقاو غاديين في الصحاري حتى وصلوا لدوك الحفاري. المدير غيقول ليه هنا غادي تحفر، وإلا لقيتي شي حاجه ساويه غادي تجيبها ليا باش نعطيها للمديره الكبيره، وإلا مشات حتى عجبتها غادي تاخذ نهار ديال الراحه تمطق ليا مع راسك. ستارلي غيبدا كيحفر، وغير وصلت ديك الوحده غتولي الحراره كتشوي. المدير غيجيب لهم واحد السيتيرنا ديال الماء، عمروا البيدوزات ديالهم ورجعوا للحفير. من بعد شويه ماكس غيسالي هو الاول وغيتحرك في حاله، واخر واحد غيسالي هو ستارلي. من بعد غيرجع للمخيم بالليل. غير وصل غيلقى المدير عز ليه السلاح وكيقول ليه ما تحركش. ستارلي كيسحب ليه غيصيفطو يسرح النعام في الاخره، ولكن هو كان قاني غير على واحد الحشره موراه. تما غيتيري فيها قسم ليها راسها، وقال ستارلي يرد معاها البال. دازت الايام وستارلي غيكون ولا حافظ السربيز، ما كاين غافيق بكري هز البالون في طورك وقصد الحفره. ماكس هو الاول كيسالي وستارلي هو اخر واحد، ورجع بدل لي حوايجك وضرب لي اللوبيا ورجعت نعاس. ستارلي غيكون كل شهر كيكتب للام ديالو رساله كيكذب عليها فيها، وكيقول ليها فيها باللي الناس اللي مكلفين بالمخيم الله يعمرها داروا باللي هو بخير وشبع الراحه. واحد النهار وستارلي كيحفر غيلقى واحد الحجره وغيجيبها للمشرف، وقال لي باللي قال لي المدير الا لقيتي شي حاجه عجبات المديره غادي تاخذ نهار راحه. المشرف قال لي المديره ما عندها ما دير بهاد الحجره، رجع تحفر. وهو كيحفر غيجي عنده ريكس وغيقول لي باللي المره الجايه اي حاجه غادي تلقاها غادي تعطيها ليا، حيت انا شهور هادي وانا كنحفر على قلبي وانت دغيا جيتي وليتي كتلقى. واحد النهار ستارلي غادي توصلوا رساله من عند امو كتقول لي فيها باللي هما في حاله صعيبه، وباللي با كاع التجارب ديال البرودوي اللي بغى يخرج فشلو، ودائما منوضه مع جدك، ومولك راه غادي يخرجنا من الدار حيت ما خلصناش. وستارلي كيقرا في هذه الرساله غيدخل عليه ماكس وغيلقاه كيقرا فيها. تما هو غيقول لي سعدات كتعرف تقرا، اما انا والدي عمرهم قراوني ولا دخلوني للمدرسه وما كنعرف لا نقرا ولا نكتب، وغيطلب منه يعلمو يقرا ويكتب. ستارلي غيقول لي ما كرهتش ولكن ما نقدرش راه كنجي عيان بالحفير. النهار الاخر ستارلي كيحفر غيلقى واحد القرطاسه ديال واحد السلاح نادر. ريكس غير شافها غيطيرها ليه من يدو ومشى وراها للمشرف. تما المشرف غيغوت للمدير جاب معاه المديره. هاد المديره غتكون بياسه، هي غير جات وشافت القرطاسه غادي تعطي ريكس نهار الراحه. المدير غادي يقول للمبطبط يكمل الحفره ديال ريكس. الدراري مع شافوا الزين غيبقاو كيحفروا حتى داروا حفره ديال سيمانه ديال الخدمه. المبطبط غيلقى شي حاجه وغيجيبها للمديره، هي غتشدها وغتلقاها غير ساروت ديال الماكينه ديال الصابون. هي غتقول ليه واش كتمرقن بيا، وغتامر المدير يقطع عليه يدو السيمانه. من بعد ايام واحد من الشباب دايز من حدا الطوموبيل ديال المدير سيت، غتبان ليه واحد الخنشه ديال الزريعه، هزها ومشى فرقها على الدراري وهما كيفرقوا في داك الشيء. غيبان ليهم سيت ضرب دوميتور وراجع عندهم. تما غيسقوها في ستارلي شاف راسو غيحشر غيخويها وخلطها مع التراب ونعس فوقها. سيت غيجي عندهم وغيبدا كيقول لهم شكون هز واحد الخنشه ديال الزريعه. خوتنا كلهم غادي
يصمكوها. سيت غير ضرب على ستارلي غيبان ليه مجبد والزريعه مشات حتى تحتو. تما غيدي عند المديره غير سمعت السبب علاش جابو غادي تطفي سيت الضواو وطلبات من ستارلي يرجع للحفير. منين رجع غيلقى ماكس كمل ليه الحفره ديالو. ستارلي قال ليه منين درتي معايا هاد المزيان حتى انا غادي نعلمك تقرا. في العشيه غيبان لينا ستارلي كيعلم ماكس الحروف وكيفاش ينطقهم. من هنا غيوليو صحابو ولاو كيتعاونوا على الحفيره وكيساليو قبل من الاخرين وهذا الشيء خلى الاخرين ما يعجبهمش الحال. واحد النهار ستارلي كيعلم ماكس غيقول ليه باللي كان عايش مع الام ديالو عادي ولكن واحد النهار غادي تختفي وغيولي عايش غير في الزنقه ومتشرد. وقال ليه ما كرهتش يكون كان عنده الفلوس يشد محاميين يقلبوا عليها. واحد النهار ستارلي كيحفر هو وماكس حتى لواحد اللحظه غيجي لعند ستارلي واحد خونا وغيطلب منه يخلي ليه هاد الحفره ويمشي للحفره ديالو يكملها. ستارلي غيقول ليه واش انت مضروب في راسك. تما غيجي المشرف وغيشعل بيناتهم العافيه وغيبداو كيدابزوا. المشرف غيقول لهم اللي سبخ الدبيزه غياكل الخبيزه. وما غير سمعوا هادشي غيبداو كيتشاموا الكراسن. ماكس غيشوف صاحبو مدابز وما غاديش يفوتو غيتلاحى لاخونا وغيبدا قاجو حتى قرب يخرج بزارو وما تلقوا حتى تيران المشرف في السماء. المديره غادي تجي. خونا غادي يقول للمديره باللي ماكس كيعاون ستارلي في الحفير. ستارلي غيقول ليها باللي كيعاونني في الحفير في المقابل كنعاونو يتعلم يقرا. هي غادي تقول لهم من اليوم كل واحد يحفر راسو وممنوع القرايه هنايا. المشرف غيبدا مطلع على ماكس وكيقول لي باللي انت قد نبقى وباغي تتعلم تقرا غادي تمشي تحفر على قلبك ولا غادي نصمك امك. ماكس غير قال لي هكذا غيهز البالا وغيضربو لوجهو طفاليه الضواو ومغطو مع الارض وبدا هرب في الصحراء. سيت غيبغي يتبعو ولكن ما خلاتوش المديره وقالت ليه باللي راه ما عنده لا ماكله لا ما. في الاخر غادي يعقدهم. في الليل ستارلي ما غاديش يجي ينعس وغيبدا كيفكر في صاحبو. النهار الاخر غيجيبوا واحد الدري جديد يحطوه في البلاصه ديال ماكس. ستارلي غيبان ليه باللي خاصو يمشي يقلب على صاحبو. ملي مشاو يحفروا غادي يجي سيت يعمر ليهم الماء. ستارلي غير بان ليه سيت ملاهي مع التعمار غيطلع للطوموبيله ديما راها وعفط. سيت ما كانش مفاك. تما غيلصق ليه في الباب وبدا كيقول ليه وقف. ستارلي غيبقى مكسيري ومجرجر في الرمله حتى جابوه في واحد الحفره وجبد الكابلي وبقى مكسيري. هو مكسيري غيدور عند صحابو يقول لهم تهلاو وما شافش واحد الحفره حتى جات فيها الطوموبيل. غينزل من الطوموبيل وغيبدا هرب في الصحراء. المديره غتجي وغتقول سيت من بعد 15 يوم علم العائله ديالو وقول لهم باللي هرب من المخيم باش الا جاب الله قلبوا عليه يلقاو عقدهم. وستارلي غادي في الحراره كيقلب على ماكس حتى غادي يبان ليه واحد الخريب صغير. منين قرب ليه غيبان ليه ماكس كاين تحتو مدرج من الحراره. تما غيعيط ليه خرج. ستارلي غيسولو كيفاش بقيتي عايش هاد اليومين بلا ماكله ولا ماء. هو قال ليه باللي راه كنت كنديباني بواحد الماكله لقيتها تحت القارب وهما كيفكروا شنو يديروا. ستارلي غيشوف واحد الجبل داير على شكل صباع. تما غيتفكر الهضره ديال جدو اللي كان كيعاود ليه على الجبل وغيقصدوه هو وماكس. غيبقاو غاديين كيتسلقوا في داك الجبل حتى لواحد اللحظه ماكس غيتحل الارض وغيفقد الوعي حيت كان ما شربش الماء يومين. تما ستارلي غيهز فوق ظهرو وغيكمل بيه الطريق حتى وصلوا للقمه وغير وصل غيبان لهم الربيع كاين تما وكاينه واحد العين ديال الماء. تما غيبدا كيهز في الماء وكيخوي على ماكس حتى استرجع الوعي ديالو وبداو كيشربوا الماء وكياكلوا في البصله اللي مزروعه تما. ماكس غيقول ستارلي انا اللي سرقت السبرديله من دار الايتام وما كنتش عارف ديال من. ومنين خرج لبرا غيبانوا ليا البوليس. تما غنبدا نجري حتى وصلت للقنطره ولحتو منها وجا فيك نتايا. منين شدوني البوليس ما غيلقاو عندي والو ولكن النهار الاخر منين مشيت نسرق واحد السبرديله من واحد المحل غيحصلني مول المحل وداني البوليس وجابوني لهنايا. في المخيم المحاميه ديال ستارلي غادي تجي باش تاخذ ستارلي حيت حكم القاضي بالبراءه ديالو. المديره ما غاديش تبغي تعطي عليها وقالت ليها تجيب ليها شي ورقه باش تقدر تديه. المحاميه غادي تعصب وغادي تمشي تعيط للبوليس. في نفس الوقت ستارلي وماكس غيرجعوا للحفره اللي كانوا كيحفروا وغيكملوا الحفير حتى لقاو واحد الصندوق عامر بالذهب ويلا بغاو يطلعوه. غتوقف عليهم المديره هي وسيت وغتهز عليهم السلاح وغتطلب منهم يعطوه ليها. تما السحالي غيدوروا بستارلي وماكس وما خلاوهمش يهزوا الصندوق. المديره غادي تقول لسيت غادي نتسناو السحالي حتى يصفيوها ليهم عاد غادي نهزوه. وهما كيتسناو غادي يوقفوا عليهم البوليس واللي كانت عيطت لهم المحاميه غادي تقول للمديره فين هو ستارلي. هي غادي تقول لهم باللي يدخلوا للمكتب ديالها وسرقوا ليها واحد الصندوق. تما ماكس غادي يخرج من الحفره وغيقول لهم باللي غير كتكذب والصندوق ماشي ديالها وديال ستارلي وهي سميتو فين مكتوبه وغيكون ديال جدو. المحاميه غادي تهز الصندوق في الطوموبيله وقالت لستارلي يلا نمشيو. هو غيقول لها ما غاديش نمشي بلا صاحبي ماكس. تما المحاميه غتطلب من المديره تعطيها الملف ديالو. المديره غادي تبدا تدور في عينيها وقالت لها باللي توضر لينا. تما البوليس غيبداو كيحققوا في هادشي وغيلقاو هادشي غير قانوني وسيت غيكون مجرم كبير هارب من الحبس والمشرف حتى هو كيقلبوا عليه البوليس وغيشدوهم بثلاثه وغير شدوهم غادي تبدا طيح الشتا. من بعد ستارلي وماكس غيركبوا فوق الطوموبيل وغيمشيو للدار. من بعد ما وصلوا للدار غيفتحوا الصندوق وغيلقاو فيه بزاف ديال الذهب والمجوهرات اللي ساويين ملايين الدولارات. تما ستارلي غيقول لعائلته باللي هاد الصندوق لقيتو انا وماكس داكشي علاش غادي نقسموه بجوج. ماكس
داكشي اللي جا في حقه غادي يكلف به محامي يقلب ليه على مو وغيجيبها ليه حتى لعندو، والمخيم غادي يتسد والدراري كل واحد رجعوا عند عائلته، وستارلي وماكس غيشريو واحد الدار كبيره عاشوا فيها مجموعين. حتى لهنا غيكون سال الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. كان معكم مول الخاص، تهلاو.